الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نهنئكم أيها الأفاضل الأكارم الأماجد بهذا الشهر المبارك، فهنيئا لكم برمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم فيه من المقبولين، وأن يمن علينا بالقوة والإعانة، أي على صيامه وعلى قيامه. فشهركم هذا شهر مبارك، ورب العالمين أنزل القرآن الكريم في شهركم هذا، ورب العالمين جعل في هذا الشهر ليلة هي خير من 1000 شهر. من حرمها، أعوذ بالله، من حرمها حرم الخير كله. وجعل الله عز وجل في شهركم هذا في كل ليلة منه عتقاء من النار. وجعل الله عز وجل في شهركم هذا الدعوات المستجابات، فإن لكل مسلم في شهركم هذا، في لياليه، في أيامه، للمسلم فيه دعوة مستجابة. جعل الله عز وجل في شهركم هذا أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق. وجعل الله عز وجل في شهركم هذا أن الشياطين تصفد، الشياطين ومردة الجن. وجعل الله عز وجل في شهركم هذا المبارك الجود والكرم على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فرسولنا، احفظوا يرحم والدكم وخذوا الأمر هذا بجد، رسولنا نبينا أسوتنا قدوتنا في الجود والعطاء والكرم كالريح المرسلة. وكان أيام السنة أجود الناس بالخير صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع، وكان أجود ما يكون، هو أيام السنة أجود الناس بالخير. في هذا الشهر قال وكان أجود ما يكون، يعني يزيد الجود، يزيد، والسخاء والعطاء والبذل والإنفاق. وكان أجود ما يكون في رمضان. فائدة، علاش زاد الجود نتاعو والكرم نتاعو والعطاء نتاعو والسخاء نتاعو والإنفاق نتاعو؟ علاش؟
في رمضان كان يلقاه جبريل عليه السلام. في رمضان، كل رمضان يجي جبريل في ليالي رمضان، يأتي جبريل فيدارس رسول الله القرآن، يدرس معه القرآن. قال العلماء فمن أثر المدارسة، يعني مش خلت هذيك المدارسة، مش خلت مراغة، كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. وهنا فائدة أخرى، العبادات اللي رانا نديروها ونقوم بها ونأديوها، إذا حبيت تعرف باللي هذيك العبادات فيها القبول، شوف إذا خلت فينا أثر، إذا تركت فينا أثرا طيبا اتوسم من الله القبول. وإذا كانت عبادات راحت هكذا لا أثر فيها، فنسأل الله اللطف والعافية والسلامة. الصلاة عبادة، أثرها الحمد لله أنت موفق الآن تقيم الصلاة لرب العالمين. أثر الصلاة فينا وش هو؟ ماذا تركت الصلاة؟ في القرآن قال تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة. ماذا ترك فيك الصيام؟ تهذيب الأخلاق، الطمأنينة، الهدوء، السكينة. فإذا المرء وجد هذا يتوسم من رب العالمين القبول. لكن إذا كان صائما ولم يجد هذا، أين أثر الصوم؟ وكذلك الزكاة والعطاء. يتطهر المرء من البخل، من الشح، من الإقتار. ماذا تركت فينا الصدقة من أثار؟ وماذا تركت فينا الزكاة من أثر؟ ماذا؟ ذهبنا إلى الحج وذهبنا إلى العمرة. أنا أنصحكم من هذا المنبر، اذهبوا إلى العمرة واذهبوا إلى الحج، بل أكثروا من الحج والعمرة. ما تسمعش من يفتيك يقول لك اللي حب يحج يحج هنا. هذا اللي يتكلم هذا الكلام عالم. هذا الإمام مالك قال لي حب يحج يحج هنا، كاين الفقراء هنا. الحج فريضة والعمرة فريضة في العمر، وما زاد فإنه من باب التقرب والنافلة. والحمد لله أن عندي مال وظفته في الحج ووظفته في العمرة، ولم أوظفه في الحرام والمعاصي كما يفعل كثير من الناس الآن. ولا حاجة يعس المعتمر، صاحب العمرة يعس يقول له هذا راح عنده 24 ليرة زاد عاود ولا راه، واللي راه يبذل الأموال نتاعو في الكباريات وفي المخمرات وفي الحرام وفي الزنا وفي الفواحش وفي المنكر، ويصد عن دين رب العالمين تكلمتم عنه. عسيتو غير هذا كان هذا عمره مور عمره. واش دخلك انت عمره من عمره؟ واش فرق؟ وفي الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول لك وهذوك درهم العمرة كانوا عطاهم الزوالي، وانت كنت حاضر كي كان هو يمد الزوالي؟ كنت حاضر ولا لازم نجي نخبرك؟ هاتوا لنا الميكروفون، راني رايح للعمرة، وقبل العمرة راني حكمت 50 مليون وراني وزعتها على الفقراء والمساكين. وش بدلوا العقلية. اللي يحرم العمرة ربي يسهل عليه، الله يتقبل منه. واللي راه ناوي ومازال ما قدرش، الله يبلغ له قصده ومراده. واللي عمي فات حج والسنة راه رايح حج، ربي يسهل له. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. شهركم هذا رمضان، هذا الموسم هذا ربي خصه دون باقي الشهور. ربي يقول فيه ينادي مناد من قبل الله يا باغي الخير، يا باغي الخير، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. وهذا في رمضان
وباقي الشهور ما تلقى هذا الفضل ولا تلقى هذه الخصائص. ولهذا وجب علينا أن نعتني بهذا الشهر الفضيل، أي الخطبة اللي مضت وهذه تتم لها. حافظوا على شهركم هذا يرحمكم الله، وكونوا في الموعد وعلى أكمل وجه بينكم وبين الله. لا تفسدوا صيامكم، لا تفسدوا العلاقة بينكم وبين الله. الله يرحم والديكم، أخ مشفق ناصح أمين، حافظوا على هذه العبادة وخلوها تطلع هي صافية ونقية وطاهرة ويتقبلها منك ربي سبحانه وتعالى. وبالك هذا هو آخر رمضان في حياتك، ما ندري، الأعمار بيد الله. وإحنا ربي الآن أبقانا، وكان الناس كانوا معنا أماتهم ما شهدوا هذه الأيام، ما حضروهاش. وربك يفعل ما يشاء ويختار، وإذا قضى أمرا فلا راد لقضائه ولا معقب على حكمه سبحانه تبارك وتعالى. دي اللي هو هذا آخر رمضان. قل في نفسك بالك العام القابل نكون فيه من الأموات، فنغتنم شهرنا هذا ونبذل الجهد والتعب والنصب في سبيل إرضاء الله عز وجل. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال عجلت إليك ربي لترضى. فلنحرص على العبادة ولنحرص على الوظائف في هذا الشهر، أن نؤديها وأن نقوم بها على أكمل وجه. وكي نروحوا لهيه؟ أنا نروحوا ما نوليوش. وكي نروحوا لهيه؟ في سورة الأنعام: جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة. نروحوا لربي، نروحوا ليه، نوليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كي نروحوا لربي نروحوا ليه فرادا، ويروح كل واحد بينه وبين ربي، وما يدخل فيها لا زيد ولا عمر، وما كان لا هدف ولا إشارة. جئتمون فرادا، قال كما خلقناكم أول مرة. شفت النهار اللي زدت فيه عند والديك من بطن أمك، كما خلقناكم أول مرة، يعني قبل الطهارة. خاطر احنا الغلام كيزيد في 7 أيام نطهروه نختلوه، 7 أيام 14 يوم 21 يوم. انت تولي ربي عز وجل على الصفة اللي مازال ما خدتوش في هذاك الغلام، يعني حتى ذيك القطعة هذيك تولي إليه، ترجع إليه. كما خلقناكم أول مرة. مليح. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اللي خولوا لك الله عز وجل بمعنى اللي أعطاه لك، أعطاك ربي المال، أعطاك ربي الزوجة، وأعطاك ربي الذرية، وأعطاك ربي الجاه، وأعطاك ربي السلطان، وأعطاك ربي التمكين، وأعطاك الله عز وجل ما شاء الله. هذا كامل. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. جيت ربي، جيت له فردا. اللي حاب نوصل ليه تبعوني برك، تبعوني. اللي خليوه تركتم ما خولناكم وراء ظهور، اللي نخليوه وراء ظهورنا هو اللي رانا متقاتلين عليه ومتنازعين عليه ومتخاصمين عليه ومتفاجرين عليه ومتضاربين عليه، وقيمنا الدنيا ولم نقعدها من أجله. مش رانا نخليوه. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
على بالك علاش ماكش تهضر مع اختك مده 10 سنين غير على رجال الميراث برك. كي قالت المخلوقه قالت لك اعطيني حق بابا تتفهمي بزاف وانقطعت العلاقه. الان عنده 10 سنين ما يكلمش اخته. من اجل ماذا؟ اخته طالبت بحق وماهوش يدير فيها الخير ولا يدير فيها المزيه. هذا متنازعين عليه، والتجاره متخاصمين فيها، وهذا ضرب هذا على جال المال، وهذا قتل هذا على جال المنصب. هذا الذي خولناكم تركتموه وراء ظهوركم. يا جماعه واللي نديوه معنا هذا اللي انا حاضر الوضوء صيام، هذا اللي نديوه معنا متراخين فيه، مفرطين فيه، متساهلين فيه، غافلين عليه. هذا نديوه معانا، تدي معك صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك وقرآنك ودينك وإيمانك وإسلامك، هذا تديه معاك يسافر معك. أما ما خولناكم تركتموه وراء ظهوركم. فانظروا إلى حالتنا المزرية اللي نخليوه رانا حارصين عليه حرصا بليغا، حارصين عليه حتى وصل الأمر للموت، وحنا حارصين عليه وحنا نخليهم ورانا. اللي نديوه معانا إن شاء الله شيخ رشيد، إن شاء الله ربي يوفقنا ونتوبوا، وإن شاء الله شيخنا الله يبارك وراك تهضروا ولا نسمعوا لكم، إن شاء الله نديروا، إن شاء الله تدير. فإذا جاء أجلهم إن شاء الله تدير، فإذا جاء أجلهم إن شاء الله تدير، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن شاء الله. كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يهضر مع واحد، وكان يهضر مع ذاك يقول له إن شاء الله. الشيخ قال له قلت هذا تحقيقا أو تعليقا؟ هذا حق إن شاء الله الدين ولا تعليقا باش إن شاء الله. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ولينا نخدموا عليهم. هذا الأزواج وهذا الأبناء وهذا البنات أسبوع، أسبوعين، شهر، 3 شهور، نولي أنا وأنت اللي نموتوا أنا وأنت نقول له في خبر كان لمبتدأ محذوف تقديره انتهى أمره راح مات كما ماتوا الناس. الكيس العاقل الصوارد قبل ما هذوك الورثة خدم على عمرك، كان في حوزتك هاك تخمم عليهم كيفاش. وهذيك الكلمة اللي تتقرن يعني يقولك المستقبل انت ربي نتاعهم، انت المستقبل هو بيدك انت. الامور كامل بيد الله، خليها عقيدة. وانت عند بابك خلاك يتيم، هاي خرجت للوجود، كنت في بطن امك وتوفى الوالد نتاعك، ورا كان المستقبل، وتوفى الوالد وصرت عالما وصرت طبيبا وصرت مهندسا وصرت طيارا وما لحقتش بابا، وراهي كلمة المستقبل. ندير لهم التاويل، وشو التاويل ندير لهم؟ سلك روحك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، كل نفس ما عملت من خير محضر. زيدك كي نكونوا واقفين وعريانين وعند ربي، قول هذوك بناتك وابنائك وزوجتك، قول لهم هاتوا حسن، راني حاصل، راني واقف وراني حاصل، تعطيني حسن وحده نجوز، ما يقدرون. وقبل الزوجة أنا تفكرت، قبل الزوجة والأبناء والبنات، هات الأم الكريمة، هات يماك، جيب الأم الكريمة الوحيدة بر دايرتك هنا ودايرتك هنا ودايرتك هنا، ومعلم كامل دايرتك هنا، وبعد دايرتك هنا ودايرتك هنا ودايرتك. انت بالنسبة لي هذيك أمك
إذا هي ماتت الله يرحمها، وإذا هي على قيد الحياة الله يطول أعمارها والله يسعدها والله يرضى عليها، تقول لها ما راني حاصل عند ربي بحسناتي وحده. هي اللي بكات، وهي اللي تألمت، وهي اللي رفدت، وهي اللي حزنت، وهي الأخ اللي راك ساكن مع زوجتك ولادك وساكن في الدار مع يماك. شوف نعطيك إشارة برك، في الليل أنت مسافر والله غير زوجتك راهي راقدة، وولادك والله يغطون في سبات عظيم، وشكون اللي راه يعس في الطاقة في النافذة؟ يماك راهي واقفة وراهي تسلم. وصل ولا مازال ما وصلش؟ هذه الكريمة هذه الله يحفظها، هي حية والله يرحمها إذا ماتت، قل لها ما هذه وحدة برك نسلك بها بين يدين ربي. ما كانش. فالذي نتركه وراء ظهورنا حارصين عليه حتى شغلنا عن الله وعن عبادة الله، وين نديوها معانا؟ أنا مفرطين فيه. قال لك المؤمن، هذا حديث، المؤمن يوضع في قبره، يجوه من قبل رأسه، يجوه عن يمينه، يجوه عن شماله، يجوه عن أقدامه، يحبوا يدخلوا به باش يعذبوه. الصلاة تقول ما لكم من ها هنا باب، ما تنجموش تدخلوا، صلاته تدافع عنه. يجوا منا صيامه، يجوه منا صدقته، قال ندخلوا عليه منا قرآنه، ما يقدروش يرجعوا. مين ما يحبوا يدخلوا ليه هو محصن من قبل الله. بماذا؟ باش اللي ده معه في سفره أخذه معه في سفره. الشيخ كان يهضر على شهر رمضان، وانا سمعته في المقصورة وهو يقول لعلكم تتقون أياما معدودات. هذا الزاد اللي نديوه، تتقون أياما معدودات، هذا الزاد اللي نديوه معنا في الصفة اللي رانا رايحين فيها لربي وما نرجعوش. لعلكم تتقون أياما معدودات. وأيام معدودات هي قليلة برك، هي أيام. أنت عمرك كنت نقص حرفي 30 يوم. أنت البارح كنت تلعب عند أمك عندك عامين، واليوم عندك 60 سنة. عمرك كل راح حرفي 30 يوم، أياما معدودات. حاجة أخرى، احنا 11 شهر، الأكل، الشراب، السهر، المعاصي، الذنوب، الآثام، الحرام، 11 شهر ما قدرناش نخليو هذا الشهر بيننا وبين ربي. وصمنا صوم نتاع رجال مخلصين، صاموا في البطون عن الأكل والشراب، وفي فروجهم عن المفطرات، لأن الجماع في نهار رمضان من المفطرات وتجب فيه الكفارة المغلظة. وبعدين صامت جوارحهم، صامت أبصارهم، آذانهم، صامت ألسنتهم، صامت أيديهم، أرجلهم، صامت لله عز وجل. تراهم يسعون جاهدين في نيل الرحمة والمغفرة، وحرصين على أيام رمضان وعلى لياليه بالطاعة والإنابة والتوبة والاستغفار. سبحان الله العلي العظيم. ربي اللي داروا لنا احنا في هذا الشهر، انتبه شوية، اللي داروا لنا احنا ربي في هذا الشهر، الأمة المحمدية يعني أمة محمد، ما داروش ربي للأمم التي كانت قبلنا، لأن الأمم اللي كانوا قبلنا كانوا يصوموا. في القرآن قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بصح اللي كرمنا ربي به في هذا الشهر، ربي ما عطاهش للأمم الفائتة اللي كانوا يصوموا لله عز وجل. ولوش يدلك على مكانة هذه الأمة عند ربي. الأمة ذي وسوى عند ربي. ما خصك أنا وأنت خصنا نكونوا في المستوى
اللي عطاه لنا رب العالمين وكبرنا به عز وجل ورفعنا به. فلو كان تروح تشوف الصيام عند الأمم اللي قبلنا وما لهم من الأجر واش من خاصيات، وتشوف ما لهذه الأمة، تشوف هذه الأمة ربي ما شاء الله العلي العظيم دار لها واحد الشيء الله يبارك. أيها الإخوة من هذا المنبر، حافظوا على صيامكم، اتقوا الله عز وجل في شهركم، شهر الصيام هذا شهر رمضان، وحاولوا ما استطعتم من جهد، وارغمها هذه النفس، ارغمها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. حاول جاهدا نفسك هذه تؤدب في هذا الشهر، ويقول تركنا هذا لله عز وجل، تركنا هذا الحرام وهذا الإثم وهذا المنكر وهذا الفساد لله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا بعد رمضان. فنبقى على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. والله أسأل لي ولكم والجميع أخواتي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللي راهم على هذه الفريضة، فريضة الصيام، أسأل الله أن لا يردنا في هذا الشهر، وأن يتقبل منا فيه صالح الأعمال. وشهركم هذا، صيامكم هذا اللي راكم صايمين الآن، والقرآن اللي راكم تقرأوه الآن، القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. الصوم والقرآن زوج حوايج يشفعوا للعبد عند الله. والصيام يقول له أنا منعت الأكل والشراب، والقرآن يقول له أنا أسهرته الليالي. يا ربي شفعنا فيه، فيشفع له الصيام ولا الصوم، ويشفع له القرآن. وبالمناسبة هذا الشهر شهر الصيام الفريضة، وشهر القرآن الكريم. لا تكونوا أيها الأحبة في الله في هذا الشهر، لا تكونوا من الغافلين، بل كونوا في مستوى هذا الحدث الذي امتن الله به علينا جل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اسمعوا يرحمكم الله. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: من علامة الشقاوة، يعني علامات تدل على أن هذا الإنسان شقي. الله يسلمنا وإياكم من الشقاء، والله من علينا وعليكم بالسعادة. قال: من علامة الشقاوة نسيان عيوب النفس والتفرغ لعيوب الناس. هذا أكثر من النووي. هذا من الشقي ينسى عيوب النفس نتاعو، ومن الشقاء يتفرغ لعيوب الناس.
وحنا كي نروحوا عند ربي يسألنا على عيوبنا ولا يسألنا على عيوب الناس؟ وانا وانت وش علاقتنا بالناس؟ يرحم والديك، يعني بيني وبينك وش علاقتنا بهم؟ يا اخي الايمان والاسلام والاحسان ان يترك الانسان ما لا يعنيه، هذا هو الايمان. فالشقي في المسلمين اليوم شكون؟ الذي ينسى ذنوبه وينسى عيوبه. والشقي في المسلمين اليوم الذي يتفرغ لعيوب الناس بذكرها وإفشائها والحديث عنها. الله يجعلنا من العقلاء الراشدين. واحد قبل ما يتكلم على غيره ينظر في نفسه ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قبل ما يتكلم على فلان ولا علان ولا فلانة ولا علانة فلينظر في نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكلام يعني الكلام راه مفهوم، إنما هو التذكير والتذليل والتسهيل. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسكين هذا من نسي ما يقترفه بالليل والنهار. وربي هو اللي شايفك، احنا ما شفناكش. اللي راك تتبع العورات وتتبع السقطات وتتبع العثرات وتتبع الزلات وتتبع سيئات الناس، لما تكون مع ربي، ربي هو اللي داري بك، وربي هو اللي يعلم ما تكنه في صدرك، وربي هو الذي يعلم الذي بينك وبينه. ويوم القيامة ربي يعريه هذا الإنسان ويكشفه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. شكون؟ المتتبعون لعورات الناس وعيوبهم وسقطاتهم وعثراتهم. مكشوف. واللي راك تخبيه مكشوف، واللي ما ناش سامعينه مكشوف، واللي راك تدير وراء ظهورنا مكشوف. وستسألون. وعلى ذلك الخلائق كل المجتمع عند ربي يفضح هذا المرء عياذا بالله، يفضح على رؤوس الأشهاد والخلائق يوم القيامة. فمن حسن الإيمان وتمام الإسلام وكمال الإحسان أن يعتني المرء بنفسه بينه وبين الله، وأن يترك عنه الناس ويترك عيوب الناس ويذكر وينتهي عن ذكر الناس. والذي شوف الإنسان هاو يصلي، هاو يصوم، هاو راح جاب عمره وزاد فيها حجة، وهاو يصدق وراه يدير الخير، هذو ملاح. يجوا هذو اللي ماشي ملاح يتقبضوا على هذو اللي ملاح، يفركتوهم يدمروهم وما يخلوهمش. هذو الملاح هم منا، هذو اللي ما همش ملاح يجوا هكذا يتسلطوا عليهم يدمروهم ما يبقى والو. وهذا هو المفلس في هذه الأمة. المفلس في هذه الأمة جاب الصلاة وجاب الصيام وجاب حج وجاب زكاة وجاب دين وطاعة. منا وش جاب؟ من هذه الجهة وش جاب؟ كان يسب الناس، وعطاه ربي غير شوية برك، شوية برك، كان يضرب الناس ويتنمر عليهم، كان يسخر بالناس وكان يستحقر الناس. يقول هذا منين جا؟ يقول جا من مسيلة. يحب يردوا قداك سخرية علاش؟ خاطر هو وليد تاير استحقار، وهذه راهي منتاج استحقار الناس. يشوفوا يزداريه يصغروا. عنده صلاة
عنده صيام. كان يسخر بخلق الله، كان يستهزئ بخلق الله. تبحر في الأعمال، هنا يبدأ تتبحر. كان يمشي بالنميمة، كان يقول الغيبة، كان يشهد الزور ويمضي عليه مقابل درهمات يأكلها في بطنه. غبرت هذه منا، لأن هذه بينه وبين الله، وهذه بينه وبين الناس. ولتاع الناس أصعب، اللي بيننا وبين ربي فيها الحل. لكن التي بيننا وبين الناس يطالبوا حقوقهم. أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، شتم هذا، سب هذا، سخر من هذا، اغتاب هذا، نم النميمة بين هذا وهذا. المفلس. فمن الشقاء، عين الشقاء، أن تتفرغ لعيوب الناس. اسمه فرغ شغل انت عندك ما دير. هذا عين الشقاء، أن ينسى الإنسان الذنوب والمعاصي والآثام التي يقترفها ويرتكبها. وهذا الغرور، يشوف نفسه هو حتى يتحدث عن الناس، يشوف روحه هو الكمال، يعني هو الكمال، هو والإعجاب بالرأي والإعجاب بالعبادة والطاعة. والكمال هو. سبحان الله العلي العظيم. الملائكة في الليل وفي النهار، اسمعوا شو يقول القرآن. يقول يسبحون الليل النهار لا يفترون، ما يحبسوش. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. والقوة على الملائكة. أنت ما تبانش خلاص، وأنا ما تشوفنيش خلاص بهذا الطول هذا وهذا القامة. في القوة اللي أعطاها ربي للملائكة، يرفدوا بلاد الكل، يقلبوها عالية سافلها. والملائكة قدام ربي يموتون خوفا وهلعا من الله. تا شوية برك حتى تشوف الخليقة ديرهم من تحت، التنمر على الناس والاستهزاء والسخرية بهم وذكر عيوبهم ومساوئهم. لما نسمعوك تتحدث نقول واحد هذا ما يحسش ربي، هذه أمة، هذه معلش، وهذا الشعب هذا، وهذا وكذا وهذا وكذا. وانت يعني لما يكون يتحدث عن شعبنا وعن أمتنا وعن بعضنا، يكون يتحدث هذا لا يسكن الأرض، هذا يسكن السماء. وين؟ إلى أين؟ ما تخافش، تموت ويغسلوك ويكفنوك ويدفنوك وتوقف عند ربي عريان، ويجوا هذو اللي كنت تقول فيهم وتتبع فيهم، يجوك واحد واحد كما يقولوا في الجزيرية بلا جدك، غير يجوك واحد واحد ولازم تسلك. وما كانش الصوارد. وش كاين؟ قال يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. تسلك وتسلكهم واحد واحد، وإذا خلاص باش تسلك راك تعرف وين تروح. الناس اللي علينا الخير في الناس يدعي لهم ربي بالهداية، ويدعي لهم ربي يصلح حالهم وبالهم. واللي راه على المعصية الله يتوب عليه، واللي راه في المنكر الله ينبهه. وكاين ناس ماهمش جابرين راسهم من نساسهم كاع، كلاتهم المعاصي، كلاتهم الدنيا، كلاتهم الغفلة، كلاهم المال. كاين ناس حنا نتحدثوا معاهم يا ودي انا ما لقيتش يقول لي هذا الكلام. اعطيكم مثالا. في رمضان هكذا الناس يجيو، وماذا بينا احنا غير يجيو برك. عندنا هذوك البني كانوا يقولوا اكثر الجماعه عمرهم جاو سيزوني. واش سيزوني؟ موسم يعني اصحاب الموسم. سيزوني موسم يعني جاو ليك كي جاو للجامعة، جاو في رمضان، جاو ليك. إنسان يخشم من ربي
ويعرف قدر واش يسوى. جاو ليك وكاين اللي هنا هاوتا في رمضان وربي راح يكتب له واحد التوبه تطلع انت ل7 سنوات والله ما تلحقها ويموت عليها والله ما تلحقوا عند ربي. فرفر تشوف ذكر كانوا هذاك الصحابي يرجموا فيه ماعز، هذا كانوا يرجموا فيه، طار الدم على بعض الصحابه كانوا مرجم طار الدم. هذا واحد قال له يا درتو واحد قال له لي درت، قال له من نبيك وترجموا فيه والله راه تاب توبه ربي لو قسمت على اهل المدينه لوسعتهم. قعد برك قعد حط رجليك في الماء يبردوا. وهذو اللي جاو ذوك في رمضان ولا سبب الزلزال جاو لمن جاو لمن تغلبنا في هذا اذا جاوا لدارك وطبطبوا الباب. هنا تغلبنا الايام الباب مغلق، جاوا الربي وباب ربي مفتوح لكل واحد، اللي دار الحرام واللي دار الزنا واللي دار الربا واللي دار الرشوه واللي دار الخمر واللي دار المخدره، لكنه قال يا الله فيا باغي الخير اقبل او باغي الخير يا باغي الشر اقصر او جل ربي. وحنا منا هكذا في جهتنا يقولوا جاليك ولا البيت بويك، وصح جاليك جل ربي. ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متابا. يفرحنا هذا يسعدنا. هل نشوف بناتنا الآن في المصلى الأحجيبة ما شاء الله يدوم عليهم نعمة، وأنا الشباب هم لقيتهم يجوا الله يدوم عليهم نعمة، والله يحفظهم والله يسلمهم والله يتوب عليهم والله يردهم إلى الطريق المستقيم. هذا صالحنا، هذا يفرحنا. وقال لكم بعد رمضان ومن بعد رمضان انت تعلم الغيب، وبالك هذا التايبين هذو في هذه التوبه، في هذه التوبه ربي يقبض روحهم ويموتوا وماتوا على توبه وعلى حسن خاتمه. تفضل شوف بدلوا شويه والاسلام المفهوم ورساله جات من السماء. طلع خلينا جات من السماء رسالة سماوية، والقرآن نزل من السماء وجبريل جا من السماء من الفوق، وربنا في السماء مستويين على العرش. هز الحالة هز، نقعدوا غير في هذيك المستويات اللي تحت المستنقعات هذيك اللي تحت خلاص هذيك اتركونا من عيوب الناس وزلات الناس وعثرات الناس، هذا من الشقاء. أقبل على النفس واستكمل فضائلها فإذا انتهيت فأنت حليم. أنت سجل لنفسك استكمل الخير تاعها وفضائلها كي تسلك نفسك والله غير راك نصرت الإسلام والمسلمين. أنا نقسم لك بربي. وهذوك اللي راهم دايرين بك في دارك وليداتك ربي يحفظهم عليك ويجعلهم من الصالحين كي تسقم فيهم الحال، أقسم لك بالله من هذا المنبر غير راك نصرت الإسلام والمسلمين إذا ربيتهم واعتنيت بهم. والمخلوقه اللي راهي عايشه معك هذه الحياه تاع 20 سنه و30 سنه وانت تادب وانت تنصح وسقمتها ورديتها وذا، والله غير قد نصرت الاسلام والمسلمين. وكي نكونوا على هذا المنوال كيفاش يولي المجتمع؟ كي كل واحد يتحزم ويقول هذه نفسي، هذو ابنائي وبناتي وهذه زوجتي. شحال من اسره جبنا، وشحال من امراه ردينا، وشحال من بنات وابناء سلمناهم. كم؟ إن تنصروا الله ينصركم. بهذا المنوال وعلى هذه الطريقة. الله يتوب علينا جميعا. لا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم أرباب، إني أحذركم من هذا المنبر. لا تنظروا إلى عيوب الناس وذنوب الناس كأنكم أرباب، إياكم ثم إياكم ثم إياكم. لا تنظروا إلى عيوب الناس وعورات الناس، لا تحاسبوا الناس. الناس يحاسبهم ربهم على ما قدموا، بدليل الحديث قالوا له فلان مات قال لقد أفضينا ما قدم. حط رجليك انت وتواضع عن رب العالمين، فإذا وفقت لعبادة وعمل صالح قل هذا من الله. وموسى لما دار لك الخير قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هكذا الأنبياء كانوا، يا ربي الشيء هذا اللي درته وأعطيتوني وكذا ما أنزلت إلي من شيء، أنا فقير، أنا ما عندي والو، أنا ضعيف، أنت القوي
أنا ذليل وأنت العزيز، أنا فقير وأنت الغني. هذا هو الإنسان المؤمن بينه وبين الله. أحذركم من هذه المغبة التي تعود على صاحبها بالويلات يوم القيامة. النظر في عيوب الناس كأننا أرباب. شغل حنا مفاتيح الجنة راهي في اليمين، ونحل لمن نشاء ونغلق على من نشاء. تكون سادة تقول له يا ربي بقى علي الستر وما تكشفنيش وما تفضحنيش، واعطيني الإيمان، اعطيني اليقين، ثبتني على دينك، أحسن الخاتمة تاعي. وخوتي المسلمين هذو أصلح بالهم وتوب عليهم وارشدهم واهديهم ووفقهم وحابهم بكل فضل وخير. هذا هو القلب الطيب، قلب الرجال الأحرار، قلوبهم طيبة ما فيهاش الغل والحسد والخيانة والالتواء. أحب الخير لنفسي وأحب الخير لإخواني وأخواتي، أحب الخير للمسلمين والمسلمات. احنا نفرحوا نسعدوا، نسمع خبر يسر المسلمين نفرح ونسعد، ونحزنوا ونصاب بالأسى حاجة قسم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إنه الدين، إنه الولاء، إنه البراء، إنه العقيدة، إنه الإيمان، إنه الإسلام الذي جاءنا به سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الله يتقبل منا ومنكم الصيام، والله يتقبل منا ومنكم القيام، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله التوبة النصوح، ونسأل الله الخاتمة الحسنة، ونسأل الله الثبات على الدين والطاعة، ونسأل الله الصدق، ونسأله الإخلاص، ونسأله القبول، ونسأله أن يوفقنا وأن يعيننا على شهر رمضان، على صيامه وعلى قيامه وعلى الإحسان فيه. يا رب أسألك وأدعوك كما جمعتنا في هذا المكان وهذا المقام مع هذه الوجوه النيرة الطيبة المباركة من المسلمين والمسلمات، أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والله عز وجل يعلم ما تفعلون. مرضانا الله يشفيهم، الله ينزل عليهم العافية يا رب العالمين. اللهم اشفهم، اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. خوتنا المهمومين، أصحاب الهموم اللي راهم يعني في الغم، وأصحاب الديون واللي راهم يعيشوا المشكلات العويصة، أسأل الله أن يفرج عنكم بعد حين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. موتانا الذين هم تحت أطباق الثرى الآن، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، واجعلهم في الجنة يا أرحم الراحمين. والمسلمون الأحياء الذين هم على قيد الحياة، اللهم سدد خطاهم وثبت أقدامهم وارحمهم بواسع رحمتك. اللهم اهدنا واهدهم صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخوتنا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا وجيراننا، ولمن وصانا وأوصيناه بالدعاء، ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأساتذتنا ومشايخنا خاصة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله صاحبي.